فضل ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف ورد في فضلها عدة أحاديث، فمما هو صالح لأن نذكر به وأن نحتج به مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. قال عطاء بن يسار: ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان، يتنزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيغفر لعباده كلهم إلا لمشرك أو مشاحن أو قاطع رحم. فينبغي على العبد المسلم أن يتحلى بالطاعات وأن يحرص على القربات التي تؤهله لمغفرة رب الأرض والسماوات، وأن يبتعد عن المعاصي والذنوب على قدر استطاعته التي تحجبه عن المغفرة. ومن أخطر هذه الذنوب الشرك بالله، فإنه مانع من كل خير، ومن الشحناء والحقد والبغض والغل والهوى والحسد للمسلمين. هذه الأمراض وهذه الذنوب قد تمنع المغفرة في أكثر الأوقات أو في كل الأوقات إلا إذا تاب العبد منها إلى رب الأرض والسماوات.